السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير يا رب العالمين. اليوم بقدم لكم سمبوسة الفرن بدون قلي، بدون ما تقلونها، والعجينة ما تحتاج خميرة، يعني وقت ما تطق في راسك على طول قومي اعجني واحشيها ودخليها الفرن. سريعة ولذيذة وسهلة وبسيطة. ويلا معايا على المطبخ أوريكم مقاديرها البسيطة والسهلة، ونقول بسم الله. في طاسة عندنا هنا بالكوب المعياري نحط كوب واحد دقيق أسمر، ونضيف عليه كوبين دقيق أبيض، وبعد كده أضيف ملعقة صغيرة ملح، ما أكثر ملح لأن الحشوة بتكون مملحة. وبعدين أخلط المواد الجافة وأضيف عليها نص كوب زيت زيتون. وبعدين أضيف كوب واحد ماء، لاحظوا إني بس واحد كوب ماء. وبعدين نعجنها كلها مع بعض. مهم يا بنات إنكم تضيفون الموية تدريجي، لأن من دقيق لدقيق يختلف، يعني ممكن تزودون شوية ممكن تنقصون شوية حسب نوع الدقيق اللي عندكم، لكن المقادير مضبوطة جدا. بعد ما عجناها وخلاص صارت ما عاد تلتصق لا في اليد ولا في الإناء، نغطي عليها ونخليها ترتاح أقل شيء ربع ساعة، علشان تمد معانا وقت الفرد بكل سهولة. كل ما ارتاح العجين كل ما أمد معانا بكل سهولة. خلاص الحين أحط فوقها دقيق وأبدأ أفردها بالراحة، وراح تنفرد معاي بكل سهولة لأني خليتها ترتاح ربع ساعة. نركز يا بنات دايما في الفرد بالذات المبتدئات على الأطراف، لأن الغالب شايفين السماكة، الغالب يفرد بكثرة الوسط ويترك الأطراف تجي سميكة. فأنتوا يعني ركزوا على الأطراف. وبعد كده قطعتها بشكل دواير بهذا الشكل. بعد ما قطعتها بهذا الشكل أشيل العجين الزايد طبعا، وارجع ألمه واخليه يرتاح أيضا ربع ساعة، بعدين أرجع أشكله نفس اللي سويت. هنا خلاص ناخذ الدواير ونبدأ نبلل أطرافها بالموية علشان ما تنفك معانا. وسواء بتقلونها أو بتحطونها في الفرن لابد من الخطوة هذه إنكم تبللون الأطراف. بعدين نحشى بأي حشوة إحنا نحب. أنا هنا عندي حشوة مجهزتها من قبل، وريتكم قبل كذا كذا حشوة السمبوسة، وخلاص صارت جاهزة معي. أحطها في الصينية وبعد كذا أدهنها بالبيض، وبعد ما أدهنها كلها كل الكمية أرشها بحبة سودا وحب وسمسم، اختياري هذا الشيء. وبعدين في فرن ساخن أحطها في الوسط، نار من فوق ونار من تحت. إذا بدت خلاص تتحمر تشوفونها تحمرت كذا خلاص طلعوها. طبعا النار تكون على أعلى شيء. ومن ألذ السمبوسات، سهلة وبسيطة، ووقت ما تبغينها على طول بس قومي اعجني وخليها ترتاح ربع ساعة وابدأي شكليها ولا ألذ. شايفينها كيف طرية ما شاء الله تبارك الله. على فكرة يا بنات إذا تبغونها هشة خلوها برا لين تصير دافية شوية. إذا تبغونها زي كذا طرية ولذيذة على طول وهي حارة حطوها في حافظة وسكروا عليها. ويا رب إنها عجبتكم الطريقة وإنكم تطبقونها بإذن الله وتضبط معكم، لأن المقادير مضبوطة. وبألف عافية علينا وعليكم.